السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله، وأهلا بيكم معانا النهاردة في فيديو جديد. النهاردة هنتعلم مع بعض وهنشرح دونجل السي ام 2 وازاي نقدر نظهر البراندات، أسماء الأجهزة بالموديلات بكل حاجة، وهنشرح الدونجل بالتفصيل. لو الفيديو بقى طويل معانا هنعمل جزئين من الفيديو. فيلا بينا على طول نبدأ الشرح، ويا ريت قبل ما نبدأ الشرح نشترك في القناة ونفعل زر الإشعارات علشان يوصلكوا أي جديد بنعمله على القناة. يلا بينا على طول نبدأ الشرح. أهلا بيكم معانا النهاردة مرة تانية، والنهاردة هنتكلم عن دونجل السي ام 2. وطبعا دونجل السي ام 2 ليه واجهات كتير جدا، ليه أكتر من واجهة. وطبعا واجهة الام تي كي ليها واجهتين لوحدها، وفي عندنا هنا واحدة بتدعم الإصدار القديم او الاصدارات القديمه وبعض العمليات من الاجهزه الحديثه، وواحده طبعا عملاقه في معالج الام تي كي بالنسبه للاجهزه الحديثه بكل برانداتها. طيب قبل ما نبدا ازاي نشوف الواجهات ونبدا نتعرف عليها، تعالوا نشوف فكره بسيطه جدا، لان في ناس كتير سالتني في حاجه هقول لكم عليها كده مع بعض. تعالوا نفتح واجهه الدونجل. الدونجل طبعا ليه واجهات، واجهه خاصه بالام تي كي، واجهه خاصه بكوالكوم، واجهه خاصه باس بي دي. فاحنا في البدايه هنبدا نتكلم عن الام تي كي، وبعد كده في فيديوهات تانية هنتكلم عن الاس بي دي وازاي نقدر نشتغل عليه بطريقه سهله جدا. زي ما هنشوف مع بعض، الجزئيه اللي انا عايز اتكلم فيها الاول قبل اي حاجه، ان احنا عندنا مثلا لو جيت فتحت القائمه بتاعه الاجهزه اللي هي فيها اسماء الاجهزه، لو نزلت لتحت كده هتلاقي عندي اجهزه كتير جدا. تمام. في ناس بتيجي تثبت البرنامج او السي ام 2 نفسه الدونجل، ما بتلاقيش عندها الاجهزه دي. طيب دي حلها ايه؟ تعالوا نشوف مع بعض. خلي الدونجل مفتوح كده ونروح على السبورت الخاص بدونجل او بفريق السي ام 2. اول حاجه عندنا هنا بيتم اصدار التحديثات بشكل مستمر، واللي هتلاقي عليه نجمه ده اعرف انه لسه نازل جديد. فانت لو انت داخل السبورت لاول مره او بعد فتره، فبتلاقي اللي عليه النجمه ده اعرف ان ده تحديث جديد. طيب ايه اللي اعمله هنا؟ عندنا هنا حاجه اسمها بوت باك فيرجن 2.35. البوت دي اللي هي ملفات الاجهزه او اسماء الاجهزه. فيبقى هنا عندي السي ام 2 ام تي 2 بوت باك، دي قائمه الاجهزه اللي هي هتظهر لك هنا. لو انت ما نزلتش البرنامج ده مش هتلاقي ربع الاجهزه دي. تمام. بينزلك الاجهزه الجديده وبينزلك ملفات البوت علشان تقرا معاك بدون اي مشاكل. تمام. ده مبدئيا. طيب انا عايز احمل دونجل السي ام 2، احمله ازاي؟ احنا في البدايه عندنا كل الواجهات في البدايه هنا، سواء اس بي دي او كوالكوم او حتى معالج الار دي اي، ودي الاجهزه القديمه قوي. وفي برضو تابات كتير جدا صيني بتكون داعمه المعالجين دول، اللي هم دول السي ام 2 ار دي اي وار كي تي. طبعا في معالجات كتير جدا من التابات الصيني داعمه الواجهتين دول. لكن ده مش موضوعنا النهارده، موضوعنا هنتكلم عن الام تي كي، وبعد كده هنعمل فيديو عن كوالكوم، وبعد كده عن الاس بي دي، وطبعا هو عملاق في الاس بي دي. تمام. خلينا متفقين ان قائمه بوت باك دي اللي هو البرنامج ده اللي هيظهر لي ملفات الاجهزه، هيظهر لي اسماء الاجهزه ويحمل لي ملفات البوت الخاصه بيها. طيب انا ممكن هنا احمل واجهه الام تي كي بس، اللي هي دي. تمام. طيب لو انا حملتها، تعالوا كده نروح للارشيف الاول ونروح على السي ام 2. كل دي واجهات السي ام 2. عندك بقى من فيرجن بدايه الدونجل لعند اخر اصدار خالص في الام تي كي 2. تعالوا مع بعض نشوف اخر اصدار كام. كان تقريبا 35 2 35. ده اخر اصدار من السي ام 2، ده الواجهه الرئيسيه. ده اللي انت بتحملها في الاول، بتضغط عليها كده بتحمل معاك بشكل تلقائي. هتلاقي مساحتها كام؟ 117. هنلاقي المساحه الخاصه بيها 117 ميجا. هنبدا طبعا نعمل داونلود ونثبتها. طبعا انا محملها قبل كده. هيظهر لك الواجهه اللي قدام حضرتك دي بعد ما التثبيت وتركب الدونجل في الكمبيوتر، هتفتح معاك الواجهه دي. طيب بعد كده عايزين نظهر الاجهزه، هنروح على طول على نرجع ورا كده. بعد كده نروح على الواجهه الرئيسيه ونبدا نحمل السي ام 2 ام تي 2 بوت، اللي هي ملفات البوت الخاصه بالاجهزه. معلش انا طولت في الجزئيه دي، لكن كان لازم تشرح علشان خاطر في ناس كتير جدا كتبت لي في التعليقات مش بيظهر عندي موديلات زي ما بيظهر عندك في الشرح. طبعا في ناس عارفاها وفي ناس لا طبعا. فطبعا احنا بنشرحها علشان يكون الشرح بتاعنا كامل وبدون اي مشاكل. طيب دونجل السي ام 2 عموما الخاص او الواجهه الخاصه بالام تي كي من اقوى الدونجلات اللي موجوده في عالم الجي اس ام. طيب عندنا هنا ايه؟ اول حاجه خالص
بيظهر بالواجهه اللي قدام حضراتكم بدون اي مشاكل. طيب اشتغل عليه ازاي وابدا اعمل عمليات ازاي؟ وبالنسبه للاجهزه الحديثه هشتغل ازاي؟ في البدايه خالص علشان اشتغل بطريقه صح على السي ام 2 لازم اكون عارف المعالج اللي انا بتعامل معاه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا فتحت القائمه دي بيديك اسم المعالج زي ما حضراتكم شايفين، ارقام غريبه جدا. فطبعا عايزين نعرف المعالج. طب اعرف المعالج ازاي؟ مبدئيا بغض النظر عن اسماء الاجهزه. يعني انت ممكن تدخل على جهاز هنا وليكن مثلا اي حاجه، عايزين نجيب حاجه شركه معروفه، هنجيب مثلا اوبو. هتيجي تدخل هنا هتلاقي ايه؟ شويه اجهزه اف 9 كلام من ده كله. فانت بتختار هنا، هو بيجيب البوت من نفسه. طيب لو انا على الخيار التلقائي ده، والخيار التلقائي ده بيكون في اغلب اللودرات الخاصه بالاجهزه، تمام؟ احدث اللودرات الخاصه باجهزه الام تي كي موجوده على الخيار التلقائي ده. يعني لو انا الدونجل معايا كده اقدر اسيبه على الوضع اللي هو فيه وابدا اعمل ريد انفو للجهاز. لازم اعمل ريد انفو للمعالجات الحديثه. اول حاجه بعملها بعمل ريد انفو، يعني الجهاز جاي لي اشيل حساب جوجل مثلا او اعمل ضبط مصنع للجهاز او اعمل له سوفت وير. فاول حاجه بعملها بعمل ريد انفو للجهاز. طبعا الاجهزه الحديثه يفضل عمل قراءه انفو، تمام؟ هتفيدني في ايه؟ الدونجل بيتعرف على كل مكونات الجهاز اللي معايا وبتاكد ان الجهاز مبوت معايا لحاجات كتير جدا. بعرف اصدار الجهاز، بعرف حاجات كتير ومعلومات كتير جدا بتظهر لي هنا مش هحتاجها في حاجه خالص في شغلي. لكن بعد كده ببدا اروح على قائمه سيرفيس وابدا اختار العمليات زي ما هنقول مع بعض دلوقتي. فخلينا نتكلم على الواجهه الرئيسيه معانا. اول حاجه طبعا دي البراندات اللي بتختار منها الاجهزه بتاعتك، تمام؟ بتختار مثلا الجهاز وبعد كده تختار الموديل اللي موجود معاك وبعد كده تبدا تقوم بالعمليه اللي انت محتاج تقوم بيها. لو الجهاز انت شايف ان هو حديث اعمل ريد انفو، مش شايف ان هو حديث بتروح لقائمه سيرفيس وبعدها بتروح على قائمه ريسيت سيستنج فورمات اف اس، ومن القائمه اللي تحت بتختار العمليه اللي انت محتاج تقوم بيها. طيب القائمه دي فيها ايه بالظبط؟ اول حاجه فيها عمل ضبط مصنع كامل زائد ازاله الاف ار بي في عمليه واحده، وعمليات كتير جدا زي عمل ضبط مصنع بس، عمل ازاله الاف ار بي بس. الاجهزه الحديثه خالص واجهزه فيفو والاجهزه الجديده بنختار فيها سمارت ريست اللي هي اخر حاجه خالص دي. وطبعا في اجهزه بنحتاج فيها سمارت داتا سيف، فانت بتختار الخيار اللي يناسب الجهاز اللي معاك. طيب انا اختار امتى الخيار ده وامتى اختار الخيار ده وامتى اختار الخيار ده؟ لو المعالج بتاعك حديث اختار سمارت ريست، تمام؟ تقدر تختار وتقدر تختار فول فاكتوري زائد اللي هو عمل ضبط مصنع وازاله حساب جوجل من ايقونه واحده. طيب لو الجهاز قديم هروح على اول خيار خالص اللي هو ده، تمام؟ الكلام سهل جدا ومفيش اي مشاكل. طيب لو انا جاي لي جهاز بيجيب لي رساله ملف الدي ال اللي بتظهر على الشاشه وبيجيب اللوجو ويقف، هل انزل له سوفت وير كامل ولا لا؟ عندك هنا ايقونه جميله خالص هنا اسمها فيكس دي ال. في خطا مشهور جدا في معالجات الام تي كي سواء اوبو او انفينكس بيكون بسبب ملف الدي ال، واتكلمنا عليه كتير جدا قبل كده وكمان شرحناه بشكل عملي اكتر من مره على القناه. الحل هنا انك بتدخل الجهاز بتاعك بروم وبعد كده بتضغط على فيكس دي ال وتدخل الجهاز بتاعك بروم. هنا هيقول لك ويتنج فور ديفايس كونكشن، هو منتظر دلوقتي الجهاز توصله في وضع البوت روم. طيب بضغط على الزرارين واوصل كابل اليو اس بي زي ما احنا متعودين من معالج الام تي كي. طيب لو الجهاز بيحتاج فك حمايه المعالج، الدونجل بيقوم بالعمليه دي، مالكش دعوه خالص، تمام؟ يعني الدونجل بيفك الحمايه وبيكمل خطواته هو، ما تشغلش بالك خالص بالقصه دي، تمام؟ مش زي الادوات المجانيه مثلا هتضطر تفك الحمايه على برنامج وتقوم بالعمليه على برنامج تاني. الدونجل هنا بيقوم بكل حاجه، ما تقلقش. لو عندك مشكله في ملف الدي اي، لو احنا جينا كده على جوجل وعايزين نشوف صوره كده للدي اي، لو مثلا جينا على جوجل فيكس دي اي دي ال، فيكس دي ال، وضغطنا كده وجينا على الصور، هي دي الرساله زي ما حضراتكم شايفين. في اجهزه كتير جدا بتجيلك من معالج الام تي كي فيها الرساله دي، تمام؟ الجهاز ما بيفتحش، الجهاز بيقف معايا على كلمه اندرويد فوق خالص ويسيب لي اللوجو واقف. اي بقى معالج بقى مش هتفرق، اهم حاجه يكون مش شرط براند معين لكن بيظهر لي الرساله دي على معالجات الام تي كي، سواء بقى انفينكس سواء اوبو سواء شاومي، اي معالج اي براند، المهم المعالج بتاعه ميديا تك. تعالوا بقى نرجع تاني. يبقى الجزئيه دي هتقدر تحل منها ملف الدي ال، تمام؟ تعالوا نرجع للقائمه الرئيسيه. القائمه الرئيسيه دي فيها حاجات كتير جدا. اول حاجه ان عندك شويه عمليات في البدايه كده خالص تقدر تختار منها خيارات كتير جدا. لو انت عاوز تشتغل على وضع البروم
فالموضوع سهل جدا، بتسيب الاعدادات زي ما هي. طيب لو انا عايز اغير الكلام ده كله وابدا اشتغل على وضع الميتا مود، بعلم هنا وابدا اشتغل على وضع الميتا مود بالنسبه للاجهزه الاوبو او فيفو او الاجهزه الحديثه اللي مش بترضى تقبل معايا عن طريق وضع البروم. وفي حاله ان الاجهزه مثلا اتقفل الثغره بتاعتها الخاصه بالبروم، تقدر تدخل من وضع الميتا مود من هنا وتكمل خطواتك عادي خالص. كل الموضوع انت هتعلم علامه الصح هنا بس، الدونجل هيقوم بالعمليه، ما تشغلش بالك باي حاجه خالص. تمام. القائمه اللي في الاول دي خاصه بالبوت بتاعه الاجهزه وقراءه معلومات الجهاز، انك بتظبط اعداداتك خالص هنا في البدايه وبعد كده تشتغل بصوره طبيعيه. طيب الحمايات العاليه قوي بالنسبه مثلا لاجهزه سامسونج الحامله الام تي كي، بتحتاج ان انت تعمل لوكال اس ال اي. تعلم على الخيار ده. بعد ما نعلم على الخيار ده بتقدر تتعامل مع اجهزه سامسونج الحامله لمعالج الام تي كي. طيب عندنا قائمه اسمها اكسترا دي، والقائمه دي مهمه جدا جدا وفي ناس كتير يمكن ما تاخدش بالها منها. طيب القائمه دي خاصه بايه؟ بقراءه جميع بيانات الجهاز علشان تقدر تتعامل معاه وتثبتها على الجهاز تاني. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا مثلا ضغطت ميموري تول، وبعد ما يظهر لي القائمه الصغيره دي بضغط على كلمه انفيت ديفايس دي، هنلاحظ تحت هنا عند المؤشر اللي عندي تحت كده هيقول لي ويتنج فور ديفايس كونكشن، وصل لي الجهاز بتاعي على وضع البروم. طيب ايه اللي بيحصل هنا؟ اللي بيحصل هنا اول ما اوصل للجهاز السامسونج مثلا او اي جهاز ام تي كي، بيقرا لي جميع ملفات الجهاز، ملفات السوفت وير طبعا. وبعد كده بختار الاف ار بي لو انا عايز اعمل اف ار بي واعمل ريست، وفي شروحات عملي موجوده على القناه لنفس العمليه. تمام. احنا بناخد فكره عامه عن الدونجل عشان نفهم الدونجل بيعمل ايه بالظبط. طبعا بعد كده بعمل ستوب بعد العمليه ما تخلص، هو بيقول لي فينش والجهاز بيراستر ويفتح معايا والجهاز بيراستر وبيفتح معايا بطريقه طبيعيه جدا وبيحل لي المشكله اللي انا دخلت علشان اعملها. فالفكره هنا ان القائمه دي خاصه بالبوت الجهاز بتاعك وقراءه معلومات الجهاز، القائمه اللي في الاول خالص دي. طيب في اجهزه بتحتاج ان انت تدخل ملف دي ايه من بره، بتيجي تعلم على كلمه صح هنا على كلمه انيبل، وبعد كده تختار ملف الدي ايه لو انت محمله من اي مكان تاني. تقدر تحط ملف الدي ايه. الملف الدي ايه طبعا هو الملف الخاص ببوت الاجهزه. يعني ايه بوت الاجهزه؟ يعني خلي الدونجل يقرا التليفون اللي معاك علشان تقدر تعمل اي عمليه عليه بطريقه سهله وبدون اي مشاكل. فزي ما حضراتكم شايفين نقدر نختاره او نقدر نشيل علامه الصح ويركب لنا اللودر اللي عنده. طيب اللودر اللي عنده ما ظبطش معايا، اقدر اجيب لودر من بره واشتغل بيه. تمام. لكن في اغلب الاحيان مفيش جهاز ام تكي هيجي لك ومش هيتعامل على السي ام 2 بنسبه 90% او 95% كمان. الدونجل ده قوي جدا جدا في معالج الام تي كي. بعد كده هنروح لقائمه فلاش. قائمة فلاش دي فيها كل حاجة تقدر تعملها. أول حاجة طبعا تقدر تضغط على كليك يمين كده يديك شوية خيارات جميلة جدا. أول حاجة اوبن سكاتر، تقدر تجيب ملف سكاتر اللي هو خاص بالسوفت وير بأجهزة الام تي كي، وبعد كده بيفرش لك الملفات في المكان ده. وبعد كده بتضغط على كلمة فلاش ومن هنا بيبدأ تفليش الجهاز. خلينا متفقين إن كل أجهزة الام تي كي علشان توصلها بالكمبيوتر أو على دونجل أو على أي أداة، علشان نوصلها لازم نوصل الجهاز واحنا قافلينه وضاغطين على زرارين رافع الصوت وخافض الصوت. في حماية جديدة نزلت انك ما ينفعش توصل بالطريقة دي، هنضطر نفك ظهر الجهاز ونوصله تيست بوينت. نوصله تيست بوينت ازاي؟ نقطتين في ظهر الجهاز بنلمسهم بجفت ونوصل كابل اليو اس بي. مش منتشرة قوي لكن الفترة اللي جاية هتكون منتشرة بشكل كبير جدا. تمام. لكن اللي عندي دلوقتي كل اجهزه الام تي كي، لان في نسبه قليله جدا بتحتاج انك توصلها تيست بوينت زي اف 9 مثلا. لو الجهاز ده اخذ الحمايه الجديده اللي هو الاف 7 الخاص باجهزه اوبو، لازم توصله تيست بوينت. تمام. طيب لو احنا هنوصل عن وضع البروم، وضع البروم هو الوضع اللي بنوصل فيه الجهاز بالضغط على زرار رافع الصوت وخافض الصوت مع توصيل كابل اليو اس بي، هو ده وضع البروم. تمام. ببدا اختار السكاتر بتاعي بشكل طبيعي، بيبدا يفرش لي الملفات هنا. بعد كده عندي شويه خيارات جميله جدا في الجنب هنا. طيب ايه هي الخيارات دي؟ سيب كل حاجه زي ما هي. تمام. عندي خيار جميل جدا، انا عايز افرمت الجهاز ولا لا. لو عايز افرمت بعلم على فلاش فورمات. تمام. لو مش عايز افرمت الجهاز بسيبه على الوضع ده وببدا اضغط على كلمه فلاش وانزل السوفت وير بتاعي بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. بعد كده هروح لقائمه سيرفيس واتكلمنا عليها جدا. وعندنا حاجه مهمه جدا جدا ومعانا حاجه جميله جدا وهي الايقونه دي. الايقونه دي بتعمل ايه؟ في حاجه اسمها رمز بن. رمز البن ده تفرمت الجهاز من الريكفري هتلاقي رمز البن برضو موجود على اجهزه كتير جدا وبيظهر بشكل كبير جدا في اجهزه انفينكس
رمز البن تفرمت من ريكفري تلاقي رمز برضه، فهو ده ازاله رمز حمايه البن الخاصه باجهزه الام تي كي كلها. دي مش قاعده ثابته على جهاز واحد ولا موبايل واحد، يعني مش الكلام ده كله عام على جميع اجهزه الام تي كي، مش شرط بقى اوبو انفينكس تكنو هواوي، اي جهاز ام تي كي بيتم التعامل معاه بنفس الكلام اللي احنا بنقوله كله ده. بعد كده طبعا تقدر تعمل اللوك للبوت لودر من هنا، طبعا الدونجل زي ده، فاعرف ان الموضوع احترافي جدا والموضوع سهل جدا جدا. قائمه سيستنج والكلام ده كله حاجات خاصه بالبرنامج مش خاصه بالشغل بتاعنا، لكن اعرف ان اي جهاز ام تي كي هتفلشه او هتعمل له سوفت وير بشكل احترافي جدا وبدون اي اخطاء من خلال السي ام 2 بالنسبه لقائمه فلاش. وبالنسبه لقائمه سيرفيس اعرف ان اي جهاز ام تي كي جاي لك دخلت على قائمه سيرفيس هتعمل كل العمليات دي وانت مطمن خالص وبنسبه 95%. فالدونجل قوي جدا جدا، وطبعا هتلاقي كل العمليات موجوده زي ما شرحناها بالتفصيل. بعد كده هنروح للقائمه الرئيسيه وهي قائمه البوت اللي اتكلمنا عليها قبل كده، وطبعا زي ما حضراتكم شايفين دي واجهه الام تي كي الحديثه واللي بتتعامل مع جميع الاجهزه الحديثه والقديمه. الواجهه القديمه مش هنشرحها لان الموضوع بتاعها للاجهزه القديمه، الكلام اللي انا بتكلم عليه في الواجهه دي بينفع على جميع الاجهزه القديمه والحديثه، تمام؟ فالواجهه دي هتكون الرئيسيه بتاعتنا في الشغل بتاعنا وشروحات العمل اللي جايه باذن الله. وطبعا علشان ما اطولش عليكم بدانا نتكلم بسرعه شويه، وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، ويا رب يكون عجبكم واستفدتوا منه. وبكده النهارده يكون الفيديو بتاعنا انتهى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.